والرياء والسمعة. الرياء هو أن يظهر عمله للناس ابتغاء الثناء، ويعزب عن ذلك الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فيرائي بعمله ويسمع به، وهذا من الشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرياء الشرك أو شرك. ونهى عن الرياء عليه الصلاة والسلام، وهو في هذه الأمة أخفى يعني من الخفاء كما يقال، أو أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، لأن فيه حظ للنفس. الإنسان الذي يريد أن يمدحه الناس وأن يشكروه وأن يقدموه إلى غير ذلك، فهذا والعياذ بالله من الخطر العظيم، وسبب والعياذ بالله من أسباب حبوط العمل. والرياء إما أن يكون في بداية العمل فهذا محبط للعمل، وأما إذا كان بدأ بالإخلاص وطرأ عليه شيء من الرياء فتركه وجاهد نفسه حتى أخلصت، فإن شاء الله عمله يعني خالص ويؤجر عليه. وأما إذا غلبه الرياء والعياذ بالله فإنه يحبط أو يحبط ذلك العمل، نسأل الله العافية. فلذلك يجتهد الإنسان في الإخلاص ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله من المخلصين في أعماله. ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح عندي؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يعمل لمكان رجل، يقوم يعمل عمل حتى يقال: أحسنت، بارك الله فيك، هذا وعمل. نعم، لو أثني عليه على عمله ولا يريد الرياء بهذا، هذا من بشرى عاجل المؤمن ويثاب عليه. وكذلك لو عمل العبد عملا يريد منه القدوة، أن يقتدي به الناس مثلا، وقد أخلص فيه لله عز وجل، فهذا يثاب عليه. قد قال إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فمن كان، وقد قال أيضا الله سبحانه وتعالى: واجعلنا للمتقين إماما، أن يقتدى بنا. فإذا كان الإنسان مقصده بذلك القدوة حتى يقتدي به الناس فإنه يثاب على هذا. لكن إذا كان مقصده أن يقال فلان قارئ، فلان مجاهد، فلان كريم، فلان غني، فلان كذا، فهذا والعياذ بالله مأواه النار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيح أن يوم القيامة يؤتى بقارئ القرآن فيقال له: فيما قرأت القرآن؟ فيقول: يا رب قرأت فيك القرآن. فيقال: كذبت، وإنما قرأت ليقال قارئ وقد قيل. فيسحب على وجهه إلى نار جهنم والعياذ بالله. ويؤتى بالشهيد أو الذي قتل في المعركة في سبيل الله فيقال: فيما قاتلت؟ فقتلت. فيقال: فيك يا رب. فيقال: إنما قاتلت ليقال جريء وقد قيل. فيؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. فيؤتى بالغني: فيما أنفقت المال؟ قال: لي في سبيلك يا رب. قال: إنما أنفقت ليقال كريم وجواد وقد قيل. فيؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. فانظروا هذه العبادات العظيمة: قراءة قرآن وشهادة في سبيل الله وكرم وجود وصدقات، ولكن لما كانت النية والعياذ بالله يعني ليس فيها من الإخلاص لوجه الله تبارك وتعالى صارت عذابا على صاحبه. فيحتاج الإنسان إلى نية صادقة وإخلاص، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا. كما قال أحد العلماء: ينبغي للمسلم أن لا ينسى دائما في سجوده أن يرزقه الله الإخلاص، وأن يثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعل آخر عمله أو خاتمة عمله حسنى بإذن الله عز وجل. فنسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. ومن سمع سمع الله به، من سمع سمع الله به. من أراد التسميع فإن الله يشهر به في الخلائق يوم القيامة، فيقال: هذا فلان ما فعل هذا إلا ليقال، إلا ليسمع، ليسمعه الناس. فلذلك يحذر العبد من هذا الأمر. نعم. قال: والحسد والبغض. والحسد والعياذ بالله، وهو كراهية العبد لنعم الله سبحانه وتعالى على الخلق،
وبعضهم يعرف فيقول هو تمني زوال النعمة على الغير. فهذا الحسد والعياذ بالله من أخبث أيضا المعاصي، لأنه أول ذنب وقع في السماء وأول ذنب وقع في الأرض. ومن شر حاسد إذا حسد، بل تحسدوننا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فالمسلم قد يقع في قلبه هذا، ما منا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا واقع، ولكن لا يمضي العبد في هذا. يعني سوء التطير، طيرة أو الحسد أو أشياء من هذا القبيل قد تقع في قلب العبد، ولكن المؤمن لا يمضي في حسده، لا يمضي في طيرته إذا تطير بشيء، وإنما ينبغي له أن يجاهد نفسه لقطع هذا الذنب الخبيث. نعم. ويسأل الله سبحانه وتعالى لمن رأى عليه النعمة أن يزيد الله فيها وأن يبارك وأن يعطيه هو خيرا من ذلك. يعني بدل من الإنسان يقول الله يبارك لأخي في ظهر غيبه يحسده، فبدل أن يأخذ دعوة الملك أو الملك في ظهر الأخ، إذا به والعياذ بالله يشقى بذلك الحسد، نسأل الله العافية. قد قال صلى الله عليه وسلم: دب فيكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، ألا أما إني لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وقال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، إلى أن قال: وكونوا عباد الله إخوانا. فلو أن الحسد زال بيننا لكان لنا شأن آخر بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه. والحسد غم لا ينقطع، وهم لا يمكن أن يشفي صاحبه والعياذ بالله إذا حسد، وإنما كما قالوا أعدل شيء هو الحسد، بدأ بصاحبه فقتله وأشعل في قلبه النار والعياذ بالله، فلا يزال الحاسد والعياذ بالله يتقلب على جمر ذلك الذنب الذي جعله في قلبه. ويسخط الرب سبحانه وتعالى على الحاسد ويغلق عليه باب التوفيق والهداية لله تبارك وتعالى. نعم. وكذلك رؤية الفضل على الغير، يحرم على المسلم أن يرى أنه أفضل الناس، وأنه ينبغي له أن يكون مقدسا عندهم ومبجلا عندهم ومقدما في كل شيء، يعني سواء في أمور الدينية أو الدنيوية. يعني لا أقول أنا لي فضل على الناس هؤلاء، كيف يتقدمون؟ وهذا من رؤية النفس وعدم هضمها وتزكيتها، وإنما ينبغي له أن يتواضع وأن يهضم نفسه ولا يزكيها ولا يرى لنفسه فضلا على الناس. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهو أفضل من كل الأنبياء، لا تفضلون على يونس بن متى، فكيف بغيره عليه الصلاة والسلام؟ وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. لذلك المسلم ينبغي له ألا يرى نفسه أو فضله على الغير، وإنما يقول: والله أنا يعني من أقل المسلمين ومن يعني واحد منهم خادمهم، بل أنا آخرهم، ويتواضع لله سبحانه وتعالى ولا يزكي نفسه. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟ نعم. ورؤية الفضل على الغير والهمز. والهمز واللمز مترادفان، وقيل بأن الهمز ويكون باليد واللمز يكون باللسان أو العين، يعني شغل يغمز واحد، يعني واحد يهمز واحد يعبده، أو أنه يغمزه يقول: شوف فلان هذا، يعني أو بطرف حنكه أو نحو ذلك، وهو يعني استهزاء بالغير. والله عز وجل قال: ويل لكل همزة لمزة هماز مشاء بنميم. فلا ينبغي للمسلم أن يطعن في الناس، سواء بيده بالإشارة أو بعينه أو بلسانه أو نحو ذلك، فهذا أيضا كما قالوا طبعا كما هو معلوم أنه من الكبائر.
والأمة مجمعة على تحريمهما، لأن الله عز وجل حرمهما في كتابه. والمسلم لا يكون همازا ولا لمازا. وإذا كان هذا الوعيد الشديد الذي وعد الله سبحانه وتعالى أو أوعد به الهمزة اللمزة وهو النار والعياذ بالله، فحري بالمسلم ألا يقف على هذا الخلق السيء فيكون طرفا فيه والعياذ بالله. نعم. قال والعبث والسخرية. وكذلك العبث وهو اللهو في غير حق، لأن كل لهو يلهو المسلم باطل إلا ثلاث: إما أن يلهو مع زوجته في فراشها، فهذا من اللهو المباح الذي يؤجر عليه، أو لهو الرجل بفرسه يدرب على الخوض للجهاد في سبيل الله، أو اللهو بقوسه ورمحه يتدرب على سبل وفنون الجهاد، فهذا لهو جائز، وما سواه باطل، بمعنى أنه لا يؤجر عليه، لا سيما إذا كان لهوا يعني عاديا ليس محرما. أما ما كان من اللهو المحرم فهو من الإثم البين. ويقبح العبث واللهو بالشيوخ الكبار أو أصحاب السنان المتقدمة، لأنهم قد وقفوا رأوا من الدنيا ما يكفيهم، ولم يبقى لهم على عتبة الموت والقبر إلا أن يجدوا ويعملوا صالحا. ويقبح كما قال بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى. أنت لو تشوف واحد شيخ كبير يعني مسوي روحه شاب صغير ويلبس لبسة البزران الصغار ومسوي له قصة الديك، هذا مثلهم مقلدهم ومقلد، يعني مسوي روحه صغير. قالوا عجوز راحت إلى العطار إيش لتعيد شبابها. لا يمكن، العطار لا يعيد الشباب، ولا الإنسان إذا كبر وبلغ 40 كما قال الله عز وجل: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. إذا بلغ هذا الأشد خلاص انتهى، هو ما طاف الدنيا وطاف الشباب وطاف أحوال يجد ويجتهد، والحين ماشي إلى 60، فينبغي له أن يسارع في الخيرات وأن يكثر منها. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم، وهو حديث مرسل عن قتادة، إن أعظم الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل. إذا الإنسان شغل نفسه كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال: صحبت يعني بعض الصوفية، إن صح عنه على كل، لكن يذكرها أهل التربية، فما استفدت منهم إلا فائدتين: الحق أو الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. هذا النفس عندها فراغ، وهذا الفراغ إذا لم تملأه أنت بالحق ستملأه قطعا بالباطل. فلذلك الإنسان يملأ هذا الفراغ بالخير، يعني يعتكف على كتاب الله سبحانه وتعالى، على العمل الصالح، سواء كان عبادة أو معاملة ينفع خلق الله عز وجل. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، يعني ما يبقى بطال وفارغ ويعني الهواجس في نفسه، فهذا يقتل الإنسان ويشيخه. نعم، يعني يصير للشيخوخة قبل وقتها. نعم. مش قال والزنا والنظر إلى الأجنبية والتلذذ بكلام. كذلك السخرية من الناس لا ينبغي. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. والمفترض يعني في الخطاب عندنا نحن حسب فهمنا أن النساء يدخلن في القوم، ولكن خصهن لكثرة السخرية في عالم النساء من عالم الرجال، فقال: لا يسخر قوم من قوم عسى، ثم قال: ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما أشارت إلى صفية وكانت قصيرة تشير إليه يعني كأنها قصيرة، فقال لها: لقد قلت قولا لو مزج بماء البحر لا مزجه. يعني شيء عظيم جدا، يعني أن يسخر الإنسان من أخيه المسلم أو يحتقر الناس، لا في ذواتهم
ولا في أموالهم ولا في أولادهم ولا في هيئاتهم، وإنما يحمد الله على ما أعطاه الله من النعم، ويسأل لهم العافية إذا كانوا مبتلين، ولا يسخر منهم. نعم، وإنما يدعو الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالهم إذا كانوا من أهل البلاء. نعم. ويحرم على المسلم الزنا بنص الكتاب: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والزنا هو أن يأتي الرجل امرأة لا تحل له بإذن الشرع. أي امرأة يأتيها الإنسان من غير يعني حق شرعي من نكاح صحيح وعقد صحيح، فهذه من الزنا والعياذ بالله، وهو كبيرة معلوم من الدين بالضرورة. نعم. وكذلك يحرم عليه النظر إلى الأجنبية والتلذذ بكلامها، وكما قلنا النظر إلى الأجنبية لا يجوز إلا في حالات: كأن يكون طبيبا يحتاج إلى النظر إلى وجهها، أو أن يكون شاهدا في قضية فيشهد عليها، لأن في الأصل أن الشهود ينظرون يعني يوم العقد ينظرون إلى المرأة، حتى إذا أرادوا أن يشهدوا عليها يوم آخر يعني عرفوها بصفاتها وأحوالها. وإما أن يكون لخطبة، لأن الشارع أباح أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يخطبها، فينظر إلى جمالها وجمال المرأة في وجهها. نعم. ويكتم ذلك. بعض الناس ما عنده السر، ما عنده الحفظ على أسرار الناس، ربما ينظر إلى امرأة وقد أباح الشرع له في موضع أن يراها، فيمشي يقول فلانة سويت كذا وفيها كذا وفيها كذا، فهذا والعياذ بالله أيضا من كبائر الذنوب، وهو أن تفشو أو يفشي أسرار الناس. والمجالس بالأمانة، مجالس الناس بالأمانة. إذا حكى لك شخص مثلا شيء يستشيرك فيه أو يريد رأيك أو غير ذلك، فما ينبغي أن تنشرها بين الناس: والله فلان جاني وقال لي، فلان قال كذا في المجلس كذا، فيمشي ينشر بين الناس. هذا ليس من الأمانة في شيء، ويدل على أن الشخص ليس بأمين. نعم. والزنا والنظر إلى الأجنبية والتلذذ بكلامها، أي أن المرأة إذا احتجت إلى كلامها كأن ترد عليك مثلا في هاتف أو مخاطبتها مباشرة، لا يجوز التلذذ بكلامها، لا سيما أن بعض النسوة كلامهن يعني مثل السهام. ولذلك قال الله عز وجل لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وإذا كان هذا في شأن مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فكيف بمجتمعنا اليوم؟ وبعض النساء يعني تتمسخر بك، يعني تقول لك كلام حلو عسل، تعسل كلامها، فيفتن الرجل والعياذ بالله.